كابتن هرجع معاك ومسيرتك الكبيرة في نادي الزمالك، قرار رحيلك يا كابتن كان لإيه السبب؟ والله بص، هو كان قرار صعب جدا. المجلس ده متمسك بيا، بس كان خلاص هم الزمالك عارف انت بقى. وصلنا لمرحله اللي هو خلاص الدنيا مقفله، والزمالك عايز يعمل احلال وتجديد في اللعيبه كلها، في لعيبه كتير جدا. رغم ان انا بقول لك الاداره كانت متمسكه بيا، ومستر مرتضى منصور قال لا اقعد انت مكمل معانا، انا وكام لعيب كده. انت احنا ومين؟ مكمل، كنت انا ونور السيد وصلاح سليمان، كنا مكملين يعني. وكان هو عايز يجيب، وكان طبعا موجود عبد الشافي وموجود لا وابراهيم صلاح، كل الناس دي كانت موجوده يعني. حصل مشكله بينه وبين ميدو، كان ساعتها ميدو المدير الفني. طب ليه؟ ده كان حبيبك. ما هو حبيبي طبعا، بس هي وجهه نظر. طب ما هو كان هو انا حسيت ان الكيمياء بيساعد اللعيبه، هو انا حسيت ان الكيمياء خلاص فلوس لما بتبقى مزنوق. ما انا بقول لك هو ميدو حسيت ان خلاص الكيمياء مش ماشيه معاه. هو راجل مدير فني مش لعيب في الفتره دي. كابتن بتفرق لما كانت البدايه لما يكون لعيب زميلك في الملعب هو فجاه يبقى مدير فني. طبعا بتفرق. لو بتفرق في بداياته، عارف انت ايه، مش عارف تفصل بين ان انت مدير فني وانت لعيب، وانت في نفس الوقت قريب من اللعيبه بتاعتك في السن، قريب منها جدا. بل في لعيب اكبر منك. زي مين؟ عبد الواحد اكبر من ميدو، فتح الله اكبر من ميدو تقريبا يعني، او في نفس السن، لكن عبد الواحد اكبر. تمام. ففي لعيبه اكبر منك وفي لعيبه في سنك، فممكن الفتره دي كانت لسه الخبرات بتاعت ميدو ما جاتش. اتحولت بقى فتره الزماله ان هو بقى مدير فني وحضرتك لعيب. حصل ايه بقى؟ لا هو طبعا النادي بقى راح جاب لعيبه كتير جدا. تمام. انا بقى ترتيبي في الفراوده تقريبا الرابع او الخامس، حاجه زي كده. الرابع؟ ليه؟ كان مين بقى الاول والثاني والثالث؟ ما كانش لسه، ده هو اشتروا بقى اللعيبه دي، ما كانش لسه، ما لعبناش يعني. كان تقريبا جابوا خالد قمر، باسم، كان موجود احمد علي ساعتها، عبد الله سيسي، وانا. وانت اتكلمت مع ميدو بقى؟ رحت اتكلمت معاه؟ كان ساعتها موجود ميدو، فقلت له مستر مرتضى متمسك بيا مش عايز نمشي. وهو ميدو قال له لا جعفر خلاص، يا يقعد يا يبيعوه. هو قال له كده؟ فجه لما قعدت معاه بقى قعده شخصيه كده، فقال لي والله يا جعفر بص، انا عندي خالد، عندي باسم، عندي احمد علي، وعندي عبد الله، وانت موجود بصراحه. فقال لي يعني ممكن تلعب او ممكن لا. فانا ممكن تلعب او ممكن لا دي لا، عملت لي عارف انت كده دربكه في حساباتي. فانا ما كانش عندي مشكله ان هو يقول لي انت هتاخد دورك يعني، لاعبهم مثلا، ولما هيجي دوري مثلا الناس اتوفقت كملوا، ما توفقوش انا ابقى موجود او الاحسن في الملعب، تمشي بالدور. او الاحسن في الملعب وكويس يركب بس. هو ما قالكش كده؟ هو ما قاليش كده، قال لك هتلعب او لا؟ هتلعب او لا. فانا بيني وبينك قلت له خلاص لا، سيبني انا بقى افكر مع نفسي كده واخد قراري فانا قلت له استاذ مرتضى لا، انا مش هقدر اكمل، لان انا ما بحبش اخش في مشاكل.